الحديثة والتكنولوجيات الجديدة. إذا آمنة، يأتي افتتاح هذا الصالون في هذا اليوم الوطني للمدينة. ماذا عن فعاليات الافتتاح؟ صباح الخير زميلتي فايزة. نعم، نتواجد هنا بين أجنحة الصالون الوطني للبنايات الحديثة. الصالون الوطني الذي يعد منصة لتبادل الخبرات والأفكار حول موضوع البناء وآفاق عصرنته بالجزائر، طبعا باستغلال التكنولوجيات الحديثة. هذا الصالون الذي يعد في طبعته الثانية سيحمل شعار التكنولوجيا في خدمة البناء، وهذا بغية ترسيخ روح الابتكار من خلال مشاركة حوالي 40 مشارك أو مهنيا في قطاعات الأشغال العمومية، البناء والطاقات المتجددة، لمواكبة التطورات الحاصلة والتي تستجيب للحياة العصرية. حتى لا أطيل عليكم، يقف معي السيد عبد الكريم لنقر، وهو مسؤول هنا عن هذه التظاهرة. صباح الخير سيدي. صباح الخير سيدتي الكريمة. سيدي، اليوم ميزة الطبعة الثانية لهذا الصالون. إذا نحن نرحب بكم أولا في الصالون الوطني للبناءات الحديثة والتكنولوجيات الجديدة. هذا الصالون هو صالون وطني بحيث تمت برمجة مشاركة حوالي 40 عارضا من مختلف أرجاء الوطن. صالون التكنولوجيات الحديثة لأنه يتم خلاله عرض بعض الطرق صنع مواد البناء بتكنولوجيات متقدمة. يضم هذا الصالون 3 محاور أساسية اللي هي عبارة عن العرض في هذا القاعة كما راكم تشوفوا، يضم عرض للمؤسسات المشاركة. المحور الثاني أيضا هو محور الأيام التقنية أو المحاضرات التي نظمت على هامش هذا الصالون، بحيث تتم مناقشة قضايا جد هامة مع أساتذة جامعيين مهنيين تتعلق أساسا حول المدن الجديدة كمدينة سيدي عبد الله، نموذج مدينة ذكية. مدينة سيدي عبد الله نموذجا للمدينة الذكية في الجزائر. أيضا هناك مداخلة حول تقنية استعمال المسح الضوئي ثلاثي الأبعاد سكانر طروادي في الحفاظ على التراث. أكيد ستكون أيضا مدينة جميلة طبعا هي نموذج. مدينة جميلة الرومانية في ستيف كنموذج لهذه، ونتمنى أنه نقدروا نقدموا نموذج المدينة العتيقة لقسنطينة. أكيد تتوقعون اليوم عقد شراكات، ما الذي تتوقعون اليوم أو ميزة هذه الطبعة الثانية؟ في الحقيقة تمت برمجة لقاء مع شريكنا التونسي شركة معرض جابس الدولي من أجل الإمضاء على اتفاقية شراكة في ميدان تبادل الخبرات التنظيمية، وكذلك القيام بتنظيم لقاءات مشتركة لرجال الأعمال التونسيين والجزائريين. أعود فقط إلى الأيام التقنية. إذن بالإضافة إلى استعمال تقنية المسح الضوئي في الحفاظ على التراث، هناك أيضا ستتم مناقشة طريقة جديدة مستوحاة من تم تجربة قام بها أساتذة جامعيين في مجال توطين البدو في مدينة بوسعادة ولاية المسيلة. ومعنا شركائنا المشاركين هنايا راح يشاركوا ايضا بمداخلات يقدموا فيها احدث المنتوجات تاعهم ولا احدث التقنيات اللي راهم يستعملوا فيها في صناعه مواد البناء. شكرا لك سيدي. أكيد الجميع مدعو، أنتم أيضا زملائي في الاستوديو المركزي مدعوون. هنا نشهد حيوية، نشهد أن هناك نماذج بحق جزائرية تريد مواكبة العصرنة، وهي أيضا تستحق اليوم التشجيع. سنوافيكم بتفاصيل أخرى في تدخلاتنا اللاحقة. العودة إليكم زملائي. نعم، وهو كذلك آمنة بعطوش. أشكرك جزيلا، كنت معي مباشرة من ولاية قسنطينة حيث فعاليات